صباح الخير يا حلوين، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل فطار، هقعد معاكم طول اليوم من اول الفطار لحد الغدا، من اول الصبح لحد المغرب. قعدت طول اليوم اصور عشان انزل لكم الفيديو ده. الفيديو اللي انتوا بتشوفوه في 18 دقيقة، ده بصوره اليوم كله، والله اليوم كله بجد. فأتمنى ان انتوا تدعموا القناة ودايما تعملوا لايك وكومنت حلو زيكم، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. انا عملت كده فطار سريع بقى. كان عندي السينابون اللي احنا عملناه مع بعض امبارح، اتبقى منه زي ما وريتهولكوا كده. بصوا بيبقى يعني طازة فريش جدا، يعني طري قوي قوي وهش وطعمه تحفة بجد. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. قلت بقى بدل ما اقعد اعمل فطار وكده، يعني ايه نفطر بيه. تمام. انا طبعا زي ما انتوا عارفين عاملة دايت. اللي كان عايز عملت له، اللي كان عايز يعني سينابون عملت له، حطيت له الصوص ده، الصوص الابيض اللي انا قلت لكم عليه. لو حد عايزه او عايز المكونات بتاعته هنزله لكم ان شاء الله فيديو لوحده عشان ما اطولش عليكم. حطيت كده الصوص الابيض، وعملت كمان شوكولاته زي اللي عملتها. وما عنديش طبعا زي ما قلت لكم كيس الاستخدام مره واحده بتاع الحلواني، فبحطه في كيس اللي بحط فيه الحاجات اللي في الفريزر، او كيس لبن بحطه كده. انا دي شوكولاته ببقى مسيحاها وحط عليها معلقه زيت عشان تبقى خفيفه معايا وتنزل بسهوله كده زي ما انتوا شايفين. عملت لهم بقى فطار حلو كده علشان ايه ما اعملش فطار جديد يعني. تمام. هعمل انا بقى ليا كوبايه شاي، عشان طبعا انا بقى مش هينفع اكل سينابون، انا بحبه جدا جدا، بس الصراحه يعني كفايه القطعه بتاعت امبارح. ما شاء الله انتوا شايفين القطعه في الطبق عامله ازاي، يعني اكنها صينيه صغير، فما شاء الله كبيره جدا. فكفايه القطعه اللي انا اكلتها امبارح. بعد ما اكلتها والله حسيت ان يعني ندمانه. بعد ما الواحد بياكل حاجه او بيعملها بيحس ان هو ندمان، بالاخص في الاكل يعني. هنا بقى عملت كوبايه شاي النهارده وقلت ايه التزم شويه. بشرب كوبايه الشاي كده خلاص بتسد معايا، يعني باخد عليها نص معلقه سكر وتمام. اهم حاجه في الدايت ما تمنعيش اي حاجه. تاكلي كل حاجه بس بكميات قليله. حتى السكر طبعا يعني حبايب قلبي، احباب الله وقعوا الازازه في الصوص، فبوريها لكم. يعني ما شاء الله الخساير مش قادره اوصفها لكم الصراحه، ربنا يهديهم ويبارك فيهم يا رب. هنا بقى بعد ما فطرنا او بعد ما هم فطروا، يعني انا متعوده ان احنا بنفطر مع بعض. بعد ما هم فطروا قلت بقى هغسل المواعين بتاعه الفطور عشان اجي ادخل في الغدا ما يبقاش مواعين كتير واحس ان هي كتيره فاكسل ان انا اغسلها وكده. اول باول الحوض يبقى زي الفل. غسلتها كده وانا واقفه، ما خدوش مني اي حاجه. هما كانوا كام طبق على كام شوكه على كوبايه كده يعني. فخلصتهم على السريع عشان الحوض يبقى نضيف وبرضو اعرف اعمل الغدا، يعني ميبقاش ورايا حاجه تانية ان شاء الله. فكنت بقول لكم بقى على الدايت. اللي عايز يعمل دايت يعمل دايت، او عايز يخس يعني ياكل كل حاجة هو عايزها بس بكميات قليلة، ويمنع او مش يمنع، مفيش حاجة اسمها يمنع. يقلل السكريات والمعجنات والعيش والنشويات طبعا، يعني اللي هو بقى المكرونة والرز وكده. المكرونة تعتبر معجنات، الرز نشويات، يعني على قد ما تقدري إيه، حاولي تقللي من اكلك بس. لكن تاكلي كل حاجه، مفيش حاجه اسمها حاجه ممنوعه. لو منعتي اي حاجه جسمك بيبقى محتاجها، وهتاكلي اكتر من الاول وهتتخني اكتر من الاول. فنصيحه لوجه الله، ما تعمليش دايت وتحرمي نفسك من حاجه. الدايت مش حرمان ابدا. هنا قلت ادخل في الغدا على طول. عملت بقى ايه اكله موفره جدا. من ربع فرخه عملت بانيه. انا كان عندي الفراخ، جبت ربع فرخة بس
وعملتها بانيه، قطعتها انا اللي قطعتها في البيت يعني. وهنا قطعت بقى بصلة واحطها في الكب او في الخلاط، تتفرم بس فرم ناعم كويس. هفرمها كويس عشان احطها على البانيه. اكلة موفرة جدا جدا والله، يعني ان شاء الله اللي هجربها هتعجبه جدا. ده اول حاجة طعمها حلو وفي نفس الوقت موفرة بقى، اكلات اقتصادية وكده يعني. تمام. آه، وهتكفي وهتشبعي وكل حاجة، هتشبعي انتي واسرتك مش انتي لوحدك كمان. هتشوفوا دلوقتي معايا يعني ما شاء الله الكمية حلوة جدا مش قليلة خالص. طبعا كلنا عارفين دلوقتي البانيه بكام والفراخ بكام والدنيا عاملة ازاي، فنحاول على قد ما نقدر نقتصد شوية في الوجبات يعني. ده احسن حاجة، الوجبات الاقتصادية اللي هي مش مكلفة قوي هي ديت ما شاء الله اللي ماشية يعني. تمام. بصوا البانيه اهو انا بوريهولكم ان انا قطعته. تمام. والقطعة اللي باقية من البانيه اللي هي الجناح ورقبة وفيها شوية لحم يعني من بتاع الفراخ، ما رميتهاش او ما شلتهاش لمرة تانية او اي حاجة، لا حطيتها معاها برضو يعني. انا عملت الربع كامل بس عملت بانيه وعملت القطعة التانية دي سويتها برضو، هوريكم هسويها ازاي. هنا بقى بعد ما فرمت البصلة هحط البصلة على البانيه، وهحط معاها طبعا ملح وفلفل اساسي، وهحط معاها كركم وكاري بس. ما بحطش عليها اي حاجة تانية، ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجة يعني. هي اكلة اقتصادية وموفرة جدا. هنا حطيت الملح وحطيت الفلفل. الفلفل كان خلاص بيخلص عندي، اخر حبة حطيتهم لحد ما اجيب بقى بقية الاكلة اللي انا هعملها دلوقتي يعني. جبت لبقية الاكلة لان الفلفل ما اقدرش استغنى عنه، وفوجئت ان هو خلص الصراحة. الاكله دي والله هتعجبكم جدا، اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. مش هتحتاجي بقى تحطي بيض ولا تحطي لبن ولا تحطي اي حاجه من الحاجات دي خالص. هي اكله موفره وفي نفس الوقت طعمها حلوه جدا. بانيه، هي بانيه بس بطريقه موفره واقتصاديه. الكركم بيديها لون والكاري بيديها طعم. الكاري بيبقى حلو قوي قوي في الاكل زي ما قلت لكم قبل كده. الكاري بيدي طعم ولون في الاكل، لكن الكركم بيدي لون بس، ولو كترته من الكركم بيمرر الاكل، فخلي بالكم. هنا بقى مش عارفه انا هنا كنت بعمل ايه، بس هتلاقيني هاجي دلوقتي متقلقوش، اكيد بعمل حاجه مهمه. كان عندي قطعه لحمه في الفريزر، من قطعية الانتركوت دي بتستوي بسرعة جدا وهي حلوة قوي في الشوي يعني. فانا قلت اعملها معاها، طبعا مش لازم خالص في الوصفة دي او في الاكلة ديت، بس انا قلت اعملها معاها علشان ايه يعني، هي واحدة لوحدها يعني، فاهمين قصدي؟ ف يعني قطعة لوحدها. فقلت اهو انا والله يعني صورتها كده، بس هي تقريبا المقطع دوت ما تصورش. انا كنت بحسبه تصور، كنت جايباها وتبلتها معاكم يعني وكده. نفس التتبيله بتاعه الفراخ هي نفس تتبيله اللحمه بالظبط. هنا زودت شويه ملح بس عليها، وهزود على الفراخ شويه كاري بس كده. اهو نفس التتبيله بالظبط. انتوا لو خدتوا بالكم اهي عليها البصله اهيت والكاري والكركم. كركم بسيط قوي على اللحمه عشان ما يغيرش لونها برضو، والملح والفلفل بس. في الفراخ بقى هزود شوية كاري. يعني انا بحب طعم الكاري في الاكل جدا، طعمه بيبقى حلو قوي قوي يعني. جربوه يعجبكم. هنا اهو زودت شوية كاري. تمام. آه وبعد كده بقى هعمل ايه؟ هقول ممكن هغسل المواعين. استنوا هنشوف مع بعض دلوقتي. انا بس هقلب الكاري كده، اقلبه كويس بقى. اللي انا حطيته في الاخر ده هقلبه كويس عشان برضو ما يبقاش على الوش كده، يكون حاجة متبلة وحاجة لا. هنا هنغسل المواعين بقى برضو اللي احنا استخدمناها. هغسل الكبة بتاعة البصل، وهغسل بقى بقية الحاجة اللي كان الطبق اللي كان فيه البانيه وكده. بص اهو خلصت. برضو المقطع ده انا كنت مصوراه، بس مش عارفة المقاطع بتروح فين والله.
ما علينا، هو الحوض بقى زي الفل اهو تمام. عشان برضو وانا طول ما انا واقفه بغسل اول باول اول باول. يعني اجي ساعه الاكل خلاص الاقي الحوض نظيف مفيش اي حاجه. بعد الاكل بتبقى الاطباق صغيره على قد الاكله اللي احنا كنا فيها، فبتشجعي ان انتي تخلصيها على طول وانتي واقفه. فالمطبخ يفضل نظيف ومش مكركب ولا اي حاجه، لان اكتر حاجه بتكركب المطبخ هي المواعين الصراحه. بس والصيف داخل اهوت وهتبقوا مبسوطين ان شاء الله بقى في غسيل المواعين. مش هيبقى الجو ساقع ولا حاجه، مع اني في الصيف مع اني في الشتاء بنفتح ميه سخنه نخليها دافيه يعني عشان نخلص مواعيننا برضو كده. هنا بقى جبت المكرونه، حطيت الميه تغلي وحطيت فيها الملح، وبعد كده جبت المكرونه بقى على قد ما انت عايزه طبعا تعملي الكميه اللي انت عايزاها، وسبتها بقى تغلي. على ما هي تغلي هنعمل الصلصه بقى. جبت طماطم، بوريكم هنا الطماطمايه دي هي مش بايظه، هي فيها حته سودا كده او لون اسود، الراجل حطها بس مش مشكله. قلت هستخدمها برضو، بقطع الحته السودا دي وبستخدمها. قلت اطلع بقى اللي هي طريه شويه. عندكم الطماطم بكام؟ احنا عندنا ب30 جنيه. عندنا الطماطم ب30 جنيه، في اماكن تانية عرفت ان هي اغلى. هنا بقى بعد ما غسلت الطماطم جبتها حطيتها في الكب عشان اعملها للصلصه للمكرونه يعني. معروفة بقى بانيه يعني مكرونة، مكرونة يعني بانيه. ف مع اني في عندي والله من البيت حد بيحبها بمكرونة وحد بيحبها برز. بس طبعا انا بحبها بمكرونة اكتر، بس المفروض اللي هو في الدايت المفروض ممنوع. بس يعني انا اكلت حبة صغيرة يعني منها. هنا كده المكرونة استوت تمام، بفتح عليها بقى المية الساقعة من الحنفية علشان تبرد وتوقف السوا بتاعها عشان ما تعجنش. تمام. بقلبها كده كويس بقى عشان تبقى كلها بردت، وبروح للحلة بحط بقى شوية زيت فيها. المكرونة هنا كانت هتلزق بس الحمد لله لحقتها. بصوا التوم اللي انا كنت مفرزاه معاكم وقلت لكم هقول لكم رأيي. انا النهارده مرضيش استخدم التوم المفصص، وقلت هستخدم التوم اللي انا فرزته معاكم عشان قلت لكم هقول لكم رأيي فيه بأمانة. التوم طلع تحفة، مع اني كنت عاملاه بقشره وهو طري واول مره اجرب التفريزه دي. بس الصراحه عجبتني جدا، حلوه قوي. اصلا ما في، انا قلت هيبقى فيه حتت قشر كده عشان انا حاطه قشر، بس والله يا بنات القشر اصلا مش باين، مفيش حاجه باينه عشان هو طري. فاهمين قصدي؟ فطعمه روعه، انصحكم بتفريزه. يعني انا قلت لكم اقول لكم رايي بامانه، فانا قلت اقول رايي برضو في الفيديو فيه. حلو قوي عجبني الصراحه. وطبعا المكرونه من الحاجات اللي بيبان فيها الطعم، يعني اول ما بتاكلي حاجه لو مثلا في طبيخ او في خضار ممكن يكون مش باين قوي، لكن في المكرونه طبعا يبان. ما شاء الله عجبني قوي قوي. هنا بقى قطعه اللحمه، جبت جريل وسخنتها وحطيت فيها شويه زيت كده صغيرين، وحطيت اللحمه على وش ده، وهقلبها برضو على الوش التاني اهو زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد بقى ما تاخد يعني انا لما كنت بقفل الغطا عليها شويه تستوي، وبعدين برجع لها تاني عشان تستوي كويس، ما يبقاش ايه فيها اي حاجه من جوه او مش مستويه كويس او كده. سويتها بقى كويس خالص، ما خدتش وقت خالص. هي القطعيه اللي هي اسمها انتركوت دي بتبقى اصلا مخصصه للشوي او لطاجن ورق العنب، بتتحط تحت ورق العنب كده. كيس المكرونه او نص كيس اللي انا وريته لكم ده هعمله مكرونه حبه وحبه. عندي برضو ناس بتاكل مكرونه حمراء وناس بتاكل مكرونه حبه وحبه، فلازم ارضي جميع الاطراف. بعمل كده وبعمل كده، فعملت كده فعلا مكرونه بصلصه ومكرونه حبه وحبه. هنا هتبل البانيه، جبت فيجيتار. فيجيتار سايب من عند العطار، بيكون ارخص بكتير من الفيجيتار المعبأ اللي في السوبر ماركت. تمام. وطعمه تحفة، بيتباع عادي بالوزن زي ما انت عايزة. تقولي له عايزة يعني زي ما انت عايزة بقى. انا مش عارفة هتقولي له كام، بس يعني زي ما انت عايزة. ومش غالي خالص، اكلة موفرة جدا جدا والله. بصوا ما شاء الله صدر فرخة عمل لي قد ايه بانيه. انا اللي مقطعاه في البيت، تعرفي تقطعيه. انا في الاول ما كنتش بعرف اقطع، وتعودت وتعلمت. الحمد لله اتعلمت حاجات كتيرة جدا في المطبخ، والله الدنيا علمتني كتير يعني. تمام.
فحاولوا على قد ما تقدروا اي حاجة تعملوها انتوا اللي تعملوها بنفسكم، ما تخلوش حد يعملها لكم. كده تمام، خلصت اهو بوريكم ما شاء الله الكمية. بصوا انا هحطها بقى في الفريزر تمسك نفسها شوية لحد ما اخلص بقية الاكل. يعني انا كنت لسه عامل مكرونة حبة وحبة عملتها، وهنا بقى شلت الحاجات اللي كان فيها البانيه والفيجيتار وكده. الفيجيتار بيجي متبل جاهز، مش بحط له ملح، مش بحط له اي حاجه. بصوا بقى الحته اللي هي بتاعه الفرخه، بقيه الفرخه اللي انا خدت منها البانيه وباقي منها الجناح والرقبه وحته اللحمه وكده، حطيتها في الصلصه عشان تستوي. ما انا هسويها ازاي؟ انا مش عايزه اعمل حلل كتير، ومش عايزه احط عليها بصل تاني واكلف تاني، فاهمين قصدي؟ فحطيتها هنا، سويتها كويس جدا جدا. حتى انا هنا كنت بوريكم ان الجناح بيتهري مستوي خالص. وبعد كده حطيت بقى التوابل بتاعه المكرونه، اللي هي ملح وفلفل ورق لورا. بحب احط في المكرونه قوي ورق لورا، بيخليها طعمها حلو قوي. دي الجريل. هي طبعا الرغده والجريل نفسها بيتفكوا من بعض، فانا بفكهم من بعض عشان اعرف اغسلهم. برضو بغسل اول باول عشان الحوض يفضل زي الفل. زي ما انتوا شايفين كده، ما بياخدش اي حاجه. انا خلاص اهو خلصت المواعين، كل المواعين اللي انا غسلتها. ولو تلاحظوا انا غسلت الكبه دي كذا مره، يعني كل ما بتتوسخ او بستخدمها في حاجه بغسلها على طول اول باول. مفيش حاجه ولا تنشف فيها بقى، ولا تتبقى، ولا تعمل ريحه، ولا اي حاجه. اول باول والله المطبخ هيبقى زي الفل، وهتبقي اشطر واحده في الدنيا. كده بقى خلاص خلصت. هحط بقى الحاجة ارصصها مكانها، وبرضو بنشف بالفوطة. عايزة اقول لكم فوطة المطبخ دي عملية جدا جدا جدا. هبقى باينها لكم في فيديو مرة كده. حلوة قوي، من احلى الفوط الصراحة اللي استخدمتها في المطبخ، تنفعني في كل حاجة. هنا جبت المكرونة بقى خلاص، الصلصة كانت اتسبكت. جبت المكرونة وقلبتها كويس من فوق كده ومن تحت ومن كله، عشان يبقى كلها لون واحد، ما يبقاش الصلصة لازقة تحت. تمام. وهنا بقى هقلي البانيه، طلعته من الفريزر يدوبك يعني ساقع يعني كده تمام، ماسك نفسه. بحطه بقى ومش بقلبه غير يعني بعد دقيقة كده او دقيقتين حسب تقطيعة البانيه. لو البانيه رفيع انتي مقطعه رفيع، قلبيه على طول عشان ما تطوليش عليه يعني. لو مقطعه تخين شوية برضو كده كده ما تطوليش عليه، بس استني لما ياخد لون من تحت علشان الكفر ما يطلعش. تمام. بصوا والله ما خدش اي حاجة. اكلة سهلة وجميلة وطعمها حلو واقتصادية ومش مكلفة يعني الصراحة. إيه، يعني اكل 10 من 10 من الاخر. انا كده خلصت البانيه. دي كانت اخر واحدة. ما شاء الله، شايفين اصلا قطعة البانيه كبيرة ازاي؟ وربنا كان مبارك والله. هي دي الاكلة. الحمد لله على كده، واتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله وتقولوا رأيكم فيها. مع السلامة.